مساء الخير وحلقة جديدة وما زلنا في تونس. ثم ماذا حدث؟ السؤال ما زال مطروح، ولكن هذه المرة مطروح على إحدى أهم المؤسسات التونسية، مؤسسة عريقة لها تأثير كبير في المجتمع والحياة السياسية في تونس. يمكن في كثير من الأحيان يعود الساسة إليها، هي محرك أساسي للأحداث، ليس فقط هذه الأيام ولكن يمكن منذ تأسيسها. في الأيام الأخيرة والسنوات الأخيرة أصبحت هذه المؤسسة إذا جاز التعبير هي عضو فاعل أساسي في دفع وتسيير مختلف الأحداث التي نراها، وما بنبقاش عارفين هو إيه الحكاية بالظبط. الاتحاد العام للشغل هو حاجة زي نقابة العمال مثلا إذا جاز التعبير، ولكن الاتحاد العام للشغل له خصوصية في تونس تكاد تجعله محرك رئيسي يعود إليه الكل. مفيش يمكن موقف أو حدث أو مسألة مطروحة تشغل الهم العام إلا ويكون للاتحاد العام للشغل نقول إيه، يد فيها أو مساهمة فيها أو كلام فيها. منذ عام 2011 واندلاع الأحداث في تونس وحتى 25 يوليو، وهي الفترة التي اخترناها لتكون يعني الأكثر صخبا والأكثر جدلا والأكثر تميزا بما فيها من أحداث، من اللحظة الأولى وكان الاتحاد العام للشغل حاضر وحاضر بشد. خلوني أرحب بضيفنا النهاردة السيد سمير الشفي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. مرحب بك يا أستاذ سمير. أهلا وسهلا بكم وشرفتونا في بلدكم الثاني تونس، وفي هذه الخيمة الوطنية الجامعة الاتحاد العام التونسي للشغل. الاتحاد العام التونسي للشغل بالتأكيد مثل ما تفضلت في هذا التقديم معناها الموجز والذي اختزل جزء من الحقيقة الوطنية الناصعة لهذه المنظمة التي تأسست على أيدي ثلة من خيرة أبناء تونس سنة 1946، ويقودهم الشهيد خالد الذكر فرحات حشاد مؤسس الاتحاد الذي اختالته يد الغدر الاستعماري الفرنسي في يوم 5 ديسمبر سنة 52، بعد أن أبدع ونجح في خلق مقاربة جديدة للعمل النقابي عندما مزج البعدين الوطني والاجتماعي في منظمة تونس النقابية الجديدة، التي كان قبل هذا التاريخ العمال التونسيون يجدون أنفسهم مضطرين للانخراط في النقابات الفرنسية القائمة بين فترة الاحتلال. ومن المفيد التذكير هنا بأن حشاد العظيم ورفاقه من المؤسسين والعمال التونسيين تحديدا، بعد أن اندلعت الثورة التونسية وقبلها أيضا، كان للاتحاد العام التونسي للشغل الدور الطلائعي في هذه الثورة من خلال تنظيم صفوف العمال والمواطنين والنخب التونسية والحرفيين التونسيين في منظمات وطنية، وكان شعارهم الرئيسي هو الاستقلال التام، وهو ما دعت سلطات الاحتلال الفرنسي هذه المنظمة عبر تهديدات مباشرة لحشاد بضرورة الابتعاد عن الحقل السياسي. وجاوبهم حشاد بقولته التاريخية: خير لي أن أموت ودمي يروي تراب الوطن من أن أموت ودمي متجمد في جسد البالي. من عام 46 لعام 2011 هل نستطيع أن نقول ما أشبه الليلة بالبارحة؟ يعني التاريخ لا يرجع إلى الوراء، هذا بالتأكيد، ولكن التاريخ أيضا
يمكن أن يستفاد منه من خلال العبر والدروس ومن خلال قراءته القراءة المتأنية التي نستلهم منها أحلامنا في المستقبل وتطلعاتنا في المستقبل. وقدر الاتحاد الذي تأسس في هذه البنية وهذه البيئة الوطنية أصبح قدرا عليه أن لا يغادر هذه الالتزام الوطني وهذا الانتماء الوطني الأصيل، وديدنه في ذلك هو الولاء لتونس وشعب تونس قبل كل اعتبار آخر. في تنويه، يعني خليني اقول لكم سر، اذا جاز التعبير، مش سر قوي لكن يعني قبل ما نبدا تسجيل هذا الحوار كنت بتكلم مع السيد سمير وبقول له حوالين يعني الاحداث التي شهدها والمواقف التي قام بها والاشياء التي كان ضلعا فيها، وكان رده ان احنا في الاتحاد او في التنظيم او المنظمه او الاتحاد العام للشغل لا نتكلم عن انفسنا. فاتفقنا او انا يعني اقترحت ان في روايته هو يتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل، ولكن انا اللي بقول لحضراتكم، بقول لحضراتكم ان هذه اشياء إما شارك فيها أو قام بها أو كان دافعا لها. خلينا نبدأ في 2011. ماذا حدث في 2011؟ هل كانت هبة مفاجئة؟ هل كانت شيء فوجئتم به؟ إيه اللي حصل؟ فعلا هو سؤال جدير بالطرح. يوم 17 ديسمبر سنة 2010 كانت هناك عملية اعتداء على أحد الباعة الجوالة المهمشين في مدينة سيدي بوزيد، والذي وقع الاعتداء عليه من قبل الشرطة البلدية البوعزيزي، ووقع منعه من العمل بالطريقة الهامشية من خلال بيع البضاعة بتاعه في مدينة سيدي بوزيد، وقع حجز معناها البضاعة متاعه التي يقتات منها ويؤمن لقمة العيش لأسرته. فكانت النتيجة هو أنه أشعل معناها النار في جسده، وهي كانت صدمة حقيقة لكل التونسيين وخاصة من أبناء جهة سيدي بوزيد، والتي كانت رد فعلها قوي. وفي اللحظة ذاتها عندما هب شباب سيدي بوزيد للتعبير عن رفضهم لواقع التهميش، لواقع الفقر، لواقع الحجرة احنا نقولها في تونس من قبل السلطات الجهوية. وكانت المعالجات آنذاك في تلك الفترة معالجات أمنية صرفة، والتي أدت إلى اتساع رقعة الاحتجاجات. وكان للنقابيين أيضا في محافظة سيدي بوزيد والاتحاد الجهوي سيدي بوزيد دور معناها ممتاز في حماية الشباب وفي السعي إلى تأمين حق المواطنين والشباب في التعبير عن غضبهم واحتجاجهم على هذه الطريقة التي تعاملت بها السلطة آنذاك في هذه الاحتجاجات. ولكن للأسف الشديد السلطة القائمة في تلك الفترة لم تعي الدرس، بل
واصلت في سياسة الأرض المحروقة من خلال اعتمادها على الحل الأمني دون سواه، ورفض الحوارات ورفض الاستجابة إلى المطالب البسيطة التي كانت قائمة في تلك الفترة. ومن هنا تحرك الاتحاد العام التونسي للشغل، خاصة بعد أن اتسعت رقعة الاحتجاجات، وأصبحنا نتحدث الآن ليس على فقط مجرد قمع معناها البوليسي التقليدي من خلال القنابل المسيلة للدموع، وإنما بلغ الأمر مستوى غير مسبوق من خلال اعتماد السلطة آنذاك للأسلحة النارية، خاصة في جهة قصرين يوم 8 و9 من شهر جانفي لسنة 2011. هنا كانت نقطة التحول الرئيسي في الأحداث، وهنا تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل عبر مؤسساته، وكانت الهيئة الإدارية الوطنية التي انعقدت بصفة استثنائية يوم 10 جانفي من سنة 2011 قد قررت الانحياز إلى الشعب، وتركت المبادرة لكل الجهات بالتحرك. وكانت جهة صفاقس التي كنت أحد مناضليها وأحد قياديها في تلك الفترة السباقة في اتخاذ قرار الإضراب العام الجهوي والمسيرة الشعبية يوم 12 جانفي من سنة 2011. وكانت تلك بداية انهيار النظام القائم في تلك الفترة، على اعتبار وأننا تجاوزنا مرحلة الاحتجاجات الشبابية لبعض المئات المتظاهرين والتعامل العنيف لقوات الأمن إلى حالة ثورة حقيقية شهدتها شوارع مدينة صفاقس من خلال إضراب عام شل كل الحركة، ومسيرة شعبية عمالية قادها الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، اللي عدد المشاركين فيها تجاوز تقريبا 50,000 متظاهر. وسقط في تلك المسيرة أكثر من شهيدين على عين المكان. ومن هنا بطبيعة الحال بدأت الجهاد في المحافظات الأخرى، سيدي بوزيد والقصرين وغيرها، في الإضرابات العامة، وتوجت بالإضراب العام الذي نفذ في تونس الكبرى يوم 14. عندي 3 ملحوظات. الملحوظة الأولى أنه حضرتك ذكرت تاريخين للثورة، وهم تاريخين عليهم خلاف. البعض يرى أن 17 ديسمبر هو بداية الثورة، والبعض الآخر يرى أن يناير هو بداية الثورة. والملحوظة الثانية، وأنا مش طرف في المسألة ولكن أورد مجرد ملحوظات، أن ما حدث من نقول إيه في حادث البوعزيزي جرى استثماره بشكل، لأن حصلت زيه أحداث قبلها وبعدها، ولم يحدث ما حدث لا في ديسمبر ولا في يناير. أما الملحوظة الثالثة، فهو رغم ما بدا من طهارة أو تلقائية أو عفوية هذه الاحتجاجات، إلا أنها أدت إلى أن يقفز عليها جماعة النهضة. هسمع كلام حضرتك. بالتأكيد هناك جدل قائم الآن في مسألة تاريخ انطلاق الثورة، هل أنه انطلقت يوم 17 ديسمبر 2010 أم أننا نعتبر انطلاقة الثورة الحقيقية يوم 14 جانفي. نحن في الاتحاد نقدر بأن للتاريخين أهمية في هذا المسار الثوري، لأن 17 ديسمبر يمثل الشرارة التي بدأت فيها الاحتجاجات، ويوم 14 جانفي كانت الثمرة الأولى لتلك الاحتجاجات، من خلال أنها تحولت تلك الحركة والاحتجاجات يوم 17 ديسمبر من مجرد احتجاجات شبابية على عملية إهانة مست الكرامة الوطنية لأبناء الجهة سيدي بوزيد، إلى احتجاجات شاملة وإلى انتفاضة شعبية حقيقية يوم 14 جانفي أدت إلى خروج رأس النظام ومغادرة تونس تحت ضغط
الشارع التونسي والمنظمات الوطنية وعلى رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل. بالتالي الخلاف حول التاريخين هو سفسطة معناها لغوية لا تقدم ولا تؤخر، لأن الثورة الحرية والكرامة أو هكذا نصنفها ونعرفها في الاتحاد العام التونسي للشغل لا يمكن قراءتها بمجرد حدث في يوم واحد، وإنما هي مسيرة وصيرورة تاريخية. والثورات لا تقاس بيوم انطلاقها فحسب، وإنما تقاس بمدى تحقيقها لأهدافها ولتطلعات أبنائها وبناتها وشهدائها وجرحاها. هذا هو المفهوم الحقيقي للثورة. بالتأكيد هذه الثورات بشكل عام أنا لست ميالا إلى الاعتقاد بأن القوى الأجنبية كانت هي المحرك الرئيسي، ولكن في تقديرنا الخاص القوى الأجنبية ليست بعيدة عن التفاعلات الداخلية في أقطارنا العربية وغير العربية حقيقة، وكلما وجدت الفرصة ونقاط الضعف والهن في هذه المجتمعات وفي هذه النظم إلا وولجت من خلالها. أما تقزيم الحدث الذي حصل في ثورة الحرية والكرامة في تونس، محدش قزم حاجة خالص. أنا لا أتوجه لكم، ولكن هناك من يتحدث بأن هذه الثورة هي مفتعلة من صناعة المخابرات الغربية وما إلى ذلك. ونحن على الأقل في الاتحاد العام التونسي للشغل والشباب الثائر من ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي يدركون بأن هؤلاء الجهات والأجهزة الاستخباراتية الأمريكية والغربية بكل تصنيفاتها لا مكان لها بين صفوف مناضلين، ولكن التفاعلات التي حصلت بعد خاصة مغادرة وسقوط بن علي رحمه الله في نهاية المطاف أدت إلى دخول الآليات الجديدة التي مكنت الاستعمار وأعوان الاستعمار من استثمار معناها تضحيات أغلى شباب تونس وتضحيات شهداء ثورة الحرية والكرامة. يعني أنا عجبني تعبير الآليات الجديدة، وهو تعبير في حاجة إلى شرح وتفسير طبعا. لكن السؤال وهسمع الإجابة يعني بعد الفاصل لو سمحت لي، وأنا أثق في يعني صدق الإجابة القادمة أيا كانت. هل انتهت الأمور بعد ذلك إلى ما كنتم ترغبون فيه في 2011؟ هسمع الإجابة بعد الفاصل لو سمحت. يتسم الاتحاد العام التونسي للشغل بتركيبة هيكلية شديدة التنظيم جعلت منه مكوناً مؤسساتياً أكثر تنظيماً وتماسكاً، كما ظهر كشريك أساسي في مختلف اللحظات الفاصلة ومنجزات المراحل التي مرت بها تونس منذ عام 2011، ولعب دور الوسيط المفاوض كلما تزعزعت شرعية السلطة الحاكمة والتدخل في إعادة هندسة المشهد السياسي التونسي، كلما تصدع مثل ما حصل في التحضير للمجلس الوطني التأسيسي وصياغة الدستور الجديد والحوار الوطني خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي. أثبتت هذه المشاركة للاتحاد أن إدارة الشؤون العامة ليست حكراً على مؤسسات الدولة، بل تتجاوزها إلى المجتمع المدني، مما أضفى عليه خصوصية تونسية بامتياز استمرت مع مختلف مراحل التاريخ السياسي التونسي المعاصر. استطاع الاتحاد العام التونسي للشغل تطوير شروط وظروف العمل في تونس من خلال توقيع العقد الاجتماعي مع الحكومة عام 2014، حيث تحرك الاتحاد كسلطة أقوى من الدولة بعد نجاحه في إدارة الحوار الوطني وإنقاذ الانتقال الديمقراطي. كما اهتم الاتحاد العام التونسي للشغل بتعزيز المساواة بين الجنسين، بالإضافة للتدخل لتحديد سياسات وتوجهات مؤسسات القطاع العام الذي يحظى بنفوذ كبير وقدرة على تعطيل سير العمل من خلال الإضرابات وباقي استراتيجيات التعبئة والضغط. ورغم تلك الجهود للاتحاد،
إلا أنه لا تزال مستويات انخراط عمال القطاع الخاص منقوصة ومنعدمة تقريباً في القطاع غير الرسمي، مما يعزز الاعتقاد بضعف السلطة النقابية وضياع مطالب الشريحة العمالية بتونس. مرة أخرى بنعود إلى حضراتكم وما زلنا في حوارنا مع السيد سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. وقبل الفاصل كان الأستاذ سيد سمير بيتكلم عن ما حدث في 2011 وما أسماه بين قوسين إذا جاز التعبير دخول الآليات الجديدة. الحقيقة ده تعبير أنا في حاجة إلى يعني كثير من التفسير والتوضيح يا سيد سمير. بالتأكيد بعد ثورة الحرية والكرامة حصلت تغيرات جديدة. هل حصلتم على الحرية والكرامة؟ يعني من حيث قدرة وحق التونسيين والتونسيات في التعبير عن رأيهم بكل حرية شيء حاصل ونجز كويس، وهو مكسب كويس. عدا ذلك هناك فشل ذريع في كل الاستحقاقات الشعبية التي نادت بها ثورة الحرية والكرامة. ليس هناك إصلاح اقتصادي، ليس هناك عدالة اجتماعية، فشلت كل الحكومات المتعاقبة في إعادة الاعتبار لكرامة المواطن التونسي. وعندما نتحدث عن كرامة المواطن التونسي فهي متلازمة ببعديها السياسي كحقوق الفردية والحريات العامة. حضرتك كلمتني عن الإضراب العام، كلمتني عن مظاهرة في صفاقس كانت 50,000، ده صفاقس فقط 50,000 متظاهر. حضرتك كلمتني عن الشهداء والجرحى والدماء التي سالت، وهي دماء طاهرة شريفة بلا شك، ولكن رغم كل ده لم يكن كافيا، صح؟ طبعا. إيه اللي حصل؟ اللي حصل هو أن الثورة من روادها من أبناء الشعب، خاصة من الشباب منهم الذين قدموا ضريبة الدم، ضريبة قاسية وغالية وطاهرة بدون أي مقابل. كانت انتظاراتهم وانتظارات الشعب التونسي بمجمله كبيرة وكبيرة جدا، فتحت أباب الأحلام والأمل في تونس بشكل غير مسبوق. كنتم حاضرين في التظاهر وحاضرين في الإضراب، ولكنكم لم تكونوا حاضرين في إعادة بناء ما تطمحون إليه. طبعا الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية، ليس مع كل الاحترام للاتحاد التونسي للشغل، ليس من أولوياتها أو من برامجها أو حتى من مبادئها أن تنافس على السلطة، وإنما كان دورها وطني ينحاز دائما وأبدا إلى استحقاقات والحقوق الأساسية للمواطنين، وهي قوة تعديل وقوة توازن في المجتمع التونسي. وكان ذلك من نقاط القوة لهذه المنظمة والاتحاد الذي سكن قلوب التونسيين جميعهم تقريبا منذ فترة الاستعمار، ورافقت هذه العلاقة التفاعلية مع قضايا شعبنا طيلة فترة بناء الدولة الوطنية. وكان للاتحاد الدور الفاعل في بناء الدولة الوطنية من خلال اعتماد الحكومة الأولى التونسية ما بعد خروج المستعمر الفرنسي إلى البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي قدمه حضرتك كل مرة بتحيلني إلى التاريخ بعد الخروج الاحتلال، عبرة ودروس. ولكن أنا بتكلم عن عام 2011. نعم. وما تلته من أعوام. نعم. أعتقد أن الدرس يستحق، أو الحدث يستحق أن يروى، والدرس يستحق أن نستفيد منه، ليس فقط أكيد. تونس أكيد. ولكن لأن المنطقة العربية تكاد تكون تعرضت لذات الحدث الذي تعرضت له تونس. على أي الأحوال ماذا حدث بعد ذلك؟ بعد ذلك طبعا فتح الباب أمام الأحزاب السياسية التي كانت موجودة قبل الثورة في ظروف اللي هي الأحزاب السياسية اللي هي يعني هناك مدارس على الأقل في تونس اللي هي رئيسية. هناك المدرسة اليسارية، هناك المدرسة القومية، هناك المدرسة الإسلام السياسي الذي كان بعيدا عن النشاط
العلني، وهناك أيضا المدرسة الليبرالية التي يتزعمها بالأساس معناها بعض النخب وبعض الأحزاب السياسية الغير. حضرتك هنا ذكرت لي 4 مدارس، ولكن الذي كان بعيدا عن الأحداث هو الذي تمكن من الأحداث بعد ذلك. كيف حدث؟ هناك عديد العوامل بشكل موضوعي. التيار الإسلامي أو الحزب الإسلامي، الإسلام السياسي وفي تعبيرته الرئيسية حركة النهضة، كانت مقموعة في فترة ما قبل ثورة الحرية والكرامة، وطريقة معالجة هذه الظواهر بالاعتماد على الأسلوب الأمني فقط دون البرامج معناه ودون البدائل الثقافية والسينمائية والفلسفية والفكرية، ودون هناك صراع فكري يخاض لتبيان البرامج الاقتصادية التي تنفع الناس. المواطنين التوانسة في ثورة تلك الغضب وفي ثورة النشوة بالانتصار على نظام كانوا يعتقدوا بأنه كان معناه سبب الأزمة في تونس وسبب الاستبداد وسبب أيوة. الفقر. هو كان هناك نجاح في إزاحة نظام بالضبط، ولكن لم يكن هناك نجاح في بناء بديل. وهو كذلك من الأسباب هذه، وأنه كانوا يعتقدوا التونسيين أو جزء مهم من التونسيين بأنه المرحلة هذه تقتضي إلى منح الثقة إلى أناس اللي تخاف ربي، يقولوا إحنا بالتونسي معناها اللي يؤمنوا بالله وكذا، وكأن جزء الأكبر من التوانسة كنا نؤمنون بالله وبرسوله ونحن مسلمون ولا نحتاج إلى معناها وساطة ما بين ربنا سبحانه وتعالى. ولكن في تلك الأحداث جاء المال السياسي والإعلام والإغراءات وما إلى ذلك، وكانت النتائج الانتخابات سنة 2011 بروز معناها كبير للتيار النهضة وبعض التيارات الأخرى بشكل متفاوت، وهو ما أدى هنا إلى صراع جديد حول مضامين الدستور. الصراع يقتضي طرفين، عدة أطراف أو عدة أطراف. من هي الأطراف؟ يعني كانت الطرف المنتصر أو الذي خيل له أن المعركة حسمت في تونس بانتصار الإسلام السياسي، وهنا بدأت مرحلة إعادة قراءة التاريخ وإعادة التأسيس من الصفر. من مين؟ من طرف الحزب الفائز وهو حزب النهضة. من الأطراف الأخرى؟ الأطراف الأخرى التي كانت حضورها في المجلس الوطني التأسيسي ليس كبيرا، ونعني بذلك التيار اليساري، التيار القومي، التيار الاجتماعي الليبرالي إلى حدود معينة. هذه وجدت نفسها في صراع مع الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي في علاقة بمحتوى الدستور. والكل يعلم أن هناك كانت محاولات في ضرب مكتسبات المرأة في تونس والحديث على اعتبار المرأة مكمل للرجل وليست المرأة متساوية في الحقوق والواجبات مع الرجل. وهنا بدأت المجتمع المدني يتحرك في خارج المجلس الوطني التأسيسي. خلينا أسألك سؤال واضح وصريح ومباشر. قد يعنى الاتحاد العام للشغل بأشياء لها علاقة بالتشغيل وحقوق العمال ولكن ده جزء فقط، وإلا لم يكن ليقوم بإضراب، لم يكن ليدفع بمظاهرة، لم يكن يكون له موقف من نظام سياسي. يعني ماذا كان موقفكم من النهضة؟ هل كنتم مستوعبين ما ستؤول إليه الأمور ولا قررتوا أنكم تتعاونوا معاهم؟ احنا في الاتحاد العام التونسي للشغل طبعا هي منظمة وطنية ذات بعد اجتماعي ولها خلفيتها معناها الاجتماعية اللي بالتأكيد لا يمكن أن تكون يمينية في أطروحاتها الاقتصادية والاجتماعية أو في نظرتها للحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، لاعتبار وأنه المبادئ التي تأسس عليها الاتحاد قائمة على مبدأ الحريات، الاحترام الحريات العامة والفردية والديمقراطية والعدل الاجتماعي
الاجتماعي وحق الشعوب في تقرير مصيرها، والقضية الفلسطينية في سلم أولويات المنظمة الاتحاد العام التونسي للشغل. وكنا نتدخل عندما نشعر بأن هناك نوع من الطغيان الذي بدأ يطل برأسه على المجتمع، وهذا الطغيان وهذه القوة الغاشمة يمكن أن تكون في ممثلة في حزب أو في السلطة. متى وكيف تدخلتم؟ نحن تدخلنا طبعا عندما بدأ الصراع في المجلس الوطني التأسيسي حول مستقبل تونس، عندما نتحدث عن صياغة الدستور جديد يؤسس إلى الدولة المنشودة. كانت هناك مقاربات ظلمية ليست لها أي علاقة بتطلعات التونسيين والتونسيات، وليست لها علاقة لا بمكتسباتهم فيما يتعلق بالحريات العامة والفردية، في علاقة أيضا بحرية المرأة ومساواة المرأة، وفي علاقة أيضا بمسألة مسائل فكرية ذات خلفية أيديولوجية دينية معناها متطرفة. بدأنا نتحرك، وهذا التحرك لم يكن مقتصرا على الاتحاد العام التونسي للشغل، وإنما شمل تقريبا كل قوى المجتمع المدني من نخب ومثقفين. ما شكل هذا التحرك؟ يعني بدأت البيانات، بدأت الاجتماعات، بدأت الأطروحات، وكان أول تحرك تقريبا معناها ذا قيمة وكان لافتا للنظر بعد انتخابات أكتوبر 2011 عندما طرح في أحد الفصول مسودة الدستور نقاش من قبل جماعة الإسلام السياسي بأن المرأة التونسية أو المرأة هكذا هي مكملة للرجل. وهنا تحرك الاتحاد وتحركت الجمعيات النسائية والأحزاب الوطنية والقوى الحية في تونس، ونظمنا مسيرة ضخمة في يوم 13 أوت 2012 واللي كانت في بمناسبة يوم عيد المرأة في تونس للتنديد وللتصدي بهذا الانحياز والانحراف البين لشعارات الثورة ولمطالب الثورة ولمكتسبات المجتمع التونسي. عندي سؤال يبدو يعني ساذج، وخليني أطرحه بالشكل الساذج اللي أنا بتصوره. هو حضراتكم في الاتحاد العام للشغل ما كنتوش عارفين ما هو حزب النهضة وما هي أفكاره وما هي الأسس التي بنيت عليها؟ نحن نختلف طبعا عن مستوى الأفكار مع حزب النهضة والعديد من الأحزاب بخلاف حتى حزب النهضة، ولكن نحن في تونس حقيقة وفي الاتحاد كنا نحترم إرادة الصندوق والشعب التونسي في انتخابات حرة وديمقراطية رغم الحيثيات التي حفت بهذه الانتخابات من مسائل المرافقة للعملية الانتخابية، من الإعلام الموجه، من المال المتدفق وما إلى ذلك. لكن في نهاية المطاف هذا الصندوق أفرز معناها خارطة سياسية، قلنا نحترم إرادة شعبنا لأنه شعبنا هو السيد وهو القائد وهو المعلم. خلاص ممتاز. هتفوت الأيام وتونس الوديعة المسالمة الهادئة والتي لم تشهد في حياتها إلا يمكن حادثة واحدة من حوادث الاغتيالات، ولم تكن في تونس ذاتها بغض النظر عن الملابسات، شهدت موجة من الاغتيالات وتحديدا لصديقين لحضرتك بشكل مباشر، شكري بالعيد والشهيد البراهمي. ايه اللي حصل وكيف عرفت كيف عرفت بمسألة الاغتيال سواء هذا او ذاك الله يرحمهم، وماذا حدث بعد ذلك؟ يعني قبل العودة إلى حادثتي الاغتيال الشنيعتين والإجراميتين والإرهابيتين التي مست أحد رموز النضال الوطني والاجتماعي، وعني به الشهيد شكري بالعيد والأخ والرفيق الشهيد محمد البراهمي اللي هو ابن من أبناء الاتحاد أيضا، فضلا عن أنه أمين عام مؤسس لحزب حركة الشعب والتيار الشعبي، وهم من القيادات القومية الناصرية. وشكري بالعيد من أحد أبرز القيادات الطلابية ومؤسس لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. سبقت عملية الاغتيال
عملية التصدي لهذا الحراك الذي كنت أتحدث عنه لقوى المجتمع المدني من قوى مدنية ونقابية وشبابية لأبناء الثورة الحقيقيين اللي قادوا الثورة في علاقة بالتراجعات وبمس من المكتسبات المجتمع عبر السياسات التي كانت سائدة في فترة ما بعد انتخابات 2011. بدأ العنف يطل برأسه في فيفري من سنة 2012 أو مارس، عندما قام عمال أعوان البلدية بالاتحاد العام التونسي للشغل بإضراب دفاعا عن حقوقهم ومطالبة بتحسين أوضاعهم، وقع الاعتداء على الاتحاد برمي القمامة أمام مقر المركزي. هذا المقر بطحاء الحرية والكرامة، بطحاء محمد علي الحامي، من قبل هؤلاء الناس الغرباء الذين لا يقدرون قداسة هذا الموقع وهذه الساحة التي قادت النضال الوطني وقادت الحراك الاجتماعي وقادت الثورة الحرية والكرامة، يعتدى عليها بطريقة شنيعة من خلال إلقاء القمامة عليها. وتتالت بعد ذلك عملية الاعتداء على دور الاتحادات الجهوية من حرق مثل جندوبة والقصرين وبعض الاتحادات المحلية في محافظات أخرى داخل البلاد. وبدأ التهديد والتشهير والتنكيل والتهديد بالاغتيال في عديد المنابر الإعلامية والمساجد التي وقع اقتحامها وتنصيب السياسيين بحجة هم أصحاب الدعوة لنشر قيم الإسلام، وكأن هذه كنتوا بتتابعوا كل ده طبعا. هذه وكان موقفكم إيه من هذا؟ موقفنا أننا تنبهنا منذ الوهلة الأولى إلى مخاطر التي بدأت تتهدد البلاد والثورة التونسية واستحقاقات التوانسة وأحلام التوانسة وأمن التوانسة واستقرار التوانسة والحرمة الجسدية للتوانسة. وطرح الاتحاد العام التونسي للشغل في شهر حزيران جوان من سنة 2012 مبادرة طرحها إلى العموم، وهو مبادرة حوار وطني لإنقاذ تونس من الانزلاق في أتون العنف. وكانت من ضمن أيضا المخرجات هذا الحوار الذي دعينا له كل الأطراف السياسية بما في ذلك حزب النهضة. ألم يكن هذا محاولة لتبييض وجه حزب النهضة؟ يعني هل المسألة كانت خافية عنكم؟ نحن لا نبيض لا حزب النهضة ولا غير حزب النهضة، نحن ولائنا إلى تونس كويس. واستقرار تونس، ونحن نفترض وأن تونس فوق الجميع ويجب أن تبقى فوق الأحزاب، ويجب أن يكون لكل الأحزاب مهما كانت أطروحاتها في خدمة تونس، وليس العكس أن تكون تونس غنيمة لدى بعض الأحزاب. ممتاز. تحكي لي بعد الفاصل كيف بدأت المعركة كما وصفتها للدفاع عن البلاد، حينما مش هقول اكتشفتم الأخطار، ولكن تبدت الأخطار رغم محاولة، وأنا هنا هقول بين قوسين، تغليب حسن الظن. بعد الفاصل. مرة أخرى بنعود إلى حضراتكم وما زلنا في حوارنا مع السيد سمير الشفي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. وقبل الفاصل كان بيحكي عن استشعار، وكما قلت لحضراتكم هو حينما يتكلم بصيغة العموم فهو أيضا يعني في محاولة للتجرد. هو يتحدث ضمنا عن مشاركته في كل الأحداث التي رواها، وأنا اللي بقول على فكرة مش هو اللي بيقول، أنا عارف الحرج يعني، فأنا عايز أنزع هذا الحرج بس عشان حضراتكم تبقوا عارفين. حدثت حادثة اغتيال للسيد شكري بالعيد، الشهيد شكري بالعيد، وبعدها يمكن بفترة حدثت أيضا حادثة اغتيال للشهيد محمد البراهمي. ولكن قبل هذا وذاك كانت المنابر تعج بالتحريض وتعج بالخطب والتكفير وإلى آخره. تفضل كمل يا سيد سمير.
يوم 6 فيفري سنة 2013 كانت الصدمة لكل التونسيين والتونسيات، ولكن بفعل هذا الوعي الشعبي وهذا الالتزام الوطني وهذا الوعي الوطني أمكن لشعبنا تجاوز هذه الصدمة من خلال رفضه لسياسة كاتم الصوت، سياسة الاغتيال، الإرهاب. هذه الأساليب لن تنفع مع شعبنا. طيب. وقاومنا هذا الاغتيال أشهر قليلة، 4-5 أشهر، وكان معروفا وكان هناك تحذيرا من بعض الأجهزة أن الشهيد محمد البرامي موضوع على الاغتيال، ولكن وزارة الداخلية حسب أخفت هذا التحذير. تفضل كمل. طبعا الشعب التونسي خرج في موكب جنازة الشهيد شكري بالعيد بمئات الآلاف، وكانت الشعارات مدوية رفضا لهذا الواقع الجديد وهذا الحكم الجديد الذي أطلق العنان للقوى والجماعات التكفيرية والجماعات والمجاميع التي تكفر الناس والتي تهدد الناس والتي تروع الناس والتي تشدد الخناق على كل القوى الوطنية برفضها لهذا الواقع. وكانت تلك مرحلة جديدة خاض فيها شعبنا النضال من أجل أن يقع إبعاد هذه الأساليب القذرة الغير مألوفة لدى ثقافة شعبنا. وبعد هذه العملية مباشرة بعد 6 أشهر تقريبا يقع الاغتيال الثاني لأحد أصدق الناس وأخلص الناس لهذه الثورة وأحبهم هذا الاتحاد، وهو صديق شخصي أيضا باعتباره ابن من أبناء هذا الاتحاد. كان كاتب عام نقابة الملكية لافهاش، الوكالة الوطنية العقارية. لما بتتحاوروا أو لما قلتوا الاتحاد الحوار الوطني، يعني كنتوا بتغلبوا حسن النية مثلا ولا كان إيه؟ يعني بعد الاغتيال طبعا، لا قبل الاغتيال. قبل الاغتيال طبعا كنا نعتقد وأنه هناك إمكانية لإصلاح الأوضاع وإلى منع انزلاق تونس في دوامة. إصلاح الأوضاع بمعنى أن يتم إدماج هؤلاء في مجتمع يعني مقبول من الجميع. يعني نحن في الاتحاد وبشكل عام في تونس كنا نعتقد بأن الأسلوب الاستئصالي، ثقافة الاستئصال المباشرة، هذه ثقافة جربت ففشلت، وكنا نعتقد وأنه الثورة كانت فرصة لكل التونسيين والتونسيات لإعادة هل نجحت هذه الفرصة؟ للأسف الشديد هناك بعض الجماعات التي لم تتغير، بل دعني أقول وجدت في الثورة فرصة للتغول على المجتمع وفرصة أيضا للاستئثار بالمجتمع. هو العنف مش بيبدأ فكرة سيد سمير؟ بالتأكيد كله فكرة، ومن يضغط على الزناد ما هو إلا محصلة الفكرة. نعم. يعني خلاص أنا هسكت، مش هقول حاجة. نعم. طيب كيف صارت الأحداث بعد ذلك؟ بعد ذلك طبعا الاتحاد ككل مناسبة وطنية كان في مقدمة الرافضين لهذه الأساليب ولتواطؤ الحكومات التي كانت قائمة في الاغتيال الأول والاغتيال الثاني وعدم قدرتها، بل في بعض الأحيان نشعر بالتواطؤ أصلا عندما يقع معناها إخفاء معلومات استخباراتية، إغماض العين، يعني إذا جاز التعبير، العين، وعدم تأمين معناها هؤلاء الناس من هؤلاء القتلة. كانت قناعة الاتحاد بأن تونس إن لم ننجح في تحجيم هذه القوى التي تعبث باستقرار بلادنا سيكون مآلها مآل الشقيقة ليبيا أو بعض التجارب، خاصة الشقيقة سوريا التي تحولت احتجاجات قد تكون مشروعة، وهي مشروعة للمواطنين أنهم يحتجوا لتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية والحريات،
إلى مرتع لجماعات أوتي بهم من كل دول العالم، والأحصاء يتحدث على أكثر من 70 دولة، وقع معناها تجنيد هذه الجماعات بالأموال وبالدولارات من أجل إسقاط النظام. ونعرف النتيجة معناها دمار شامل ومئات الآلاف من الضحايا من أبناء الشعب السوري وملايين المهجرين، والوحدة الترابية لسوريا الشقيقة أصبحت في مهب الريح. احنا إذا هي تجارب احنا يعني حماية لتونس. أيوة. احنا حوار وطني تاني. على قاعدة في بعد اغتيال البراهمي طبعا لتحميل المسؤوليات يعني ولإخراج حكومة النهضة. لحظة واحدة بس، الحوار الوطني كان لتحميل المسؤوليات، لتحميل المسؤوليات ولإخراج حكومة النهضة من الحكم وهو ما نجحنا فيه. كيف تم إخراج حكومة النهضة؟ يعني الحوار الوطني على قاعدة جملة من النقاط اللي وقع تضمينها في خارطة الطريق اللي طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل بمعية عديد المنظمات الوطنية الأخرى مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وبإسناد من النخب التونسية ومن الشعب التونسي ومن القوى الضاربة لهذا الشعب والحصن الحصيل لهذا الشعب. الاتحاد العام التونسي للشغل عبر الضغط في الشوارع التونسية رفضا لهذه المسارات ولهذه الحكومات التي أخفت الحقيقة والتي تسترت على الجماعات التكفيرية والتي لم تعد تحظى بثقة الناس حتى نؤمن لهم سلامتهم، ولا أقول معناها حتى لقمة عيشهم. من هنا كان الحوار الوطني أداة للضغط للتوصل إلى حكومة مستقلة لإدارة المرحلة المتبقية للمرور إلى الانتخابات التي تعود فيها الكلمة إلى الشعب التونسي. والحمد لله نجحتم هذه المرة. نحن في هذه المرة نجحنا باعتبار وأنه تم تقديم استقالة حكومة السيد علي العريض اللي هو أحد القيادات البارزة لحركة النهضة وكان على رأسها، وتم تشكيل حكومة مستقلة بتكليف من السيد رئيس الحكومة سيد مهدي جمعة ومن وزراء تكنوقراط. كان الاتفاق وأنها تكون حكومة أولا تطهير المؤسسات بين قوسين طبعا المؤسسات الدولة من الانتدابات في مواقع الرسمية حزبية. 2 تحييد المساجد من الأحزاب السياسية، وطبعا الأحزاب السياسية هي الأحزاب ذات البعد الديني. 3 إعداد مناخ انتخابي يؤمن انتخابات شفافة وسليمة. 4 أو 5 عدم تمكين أعضاء الحكومة برئيسها من حقهم في الترشح في المحطات الانتخابية. ونعتقد رغم الظروف الصعبة التي كانت سائدة في سنة 2013 سواء كان عن مستوى تونس أو عن مستوى الإقليم. حضرتك بتكلم ب 13 ونحن نتحدث عن 25 نعم. يوليو، وهو ذات التاريخ الذي استشهد فيه صديقك ورفيقك ويعني ابن من أبناء تونس يعني هو ذات التاريخ الذي استشهد فيه. السكة هنا كانت عاملة ازاي باختصار؟ يعني المسار الذي ميز المرحلة الانتقالية والتي كان من ضمن الأهداف التي علق عليها شعبنا وأن تأمن له الحرية والكرامة والعدل الاجتماعي والشغل، هذه المسارات كلها فشلت. وحتى الحكومات التي أتت بعد انتخابات 2014 والمشهد السياسي معناها تغير وأصبح الحزب الأول في تونس ليس الحزب النهضة وإنما حزب نداء تونس، وهو ذو مرجعية ليبرالية دستورية وفيه بعض المكونات الأخرى. لم ينجح في تأمين هذه الأصوات التونسيين التي منحت له من أجل إحداث
معناها نقلة نوعية وقطيعة مع الإسلام السياسي. وهنا بدأ المطب وبدأ الصراع داخل حتى حزب نداء تونس الذي كان يترأسه المرحوم رئيس الجمهورية السابق رحمه الله الباجي قايد السبسي. وبدأت الأوضاع ذات في علاقة بالأبعاد الاجتماعية تتعاظم وتتفاقم، وكان الاتحاد العام التونسي للشغل يقود نضال وطني ونضال اجتماعي، لأن ظروفنا كانت صعبة وخضنا أكثر من إضرابين عامين سنة 2019 دفاعا عن المؤسسات العمومية ضد التفويت فيها وبيعها، واثنين للمطالبة بتعديل الأجور بما يمكن العمال والموظفين من القدرة على العيش. هذه التطلعات التي كانت رافقت جزء الأكبر من أبناء الشعب تبخرت معناها تماما، ومنسوب الأمل في التغيير بدأ يتضاعف يضعف ويتلاشى، وهو ما أدى إلى انتخابات 2019 واللي كانت فيها معناها بروز تقريبا رئيس الدولة الذي كان مغمورا ليس له قاعدة، شخص أكاديمي مغمورا، ليس له حزب وليست له معناها كذا، ولكن ما هو معروف عليه أنه أستاذ جامعي في بعض الأحيان يبرز في بعض التدخلات في علاقة بالشأن الدستوري، ولكن ما يعرف عنه بأنه رجل نظيف ومترفع عن هذه الأشياء التي طبعت لدى النخب التي قادت تلك المرحلة. ففاجأ الجميع ببروزه في الرئاسية معناها بأصوات ناهزت 2,800,000. ما كنتش تتوقعوا؟ يعني في الدور الأول ما كانش من المتوقع بروز هذه النتائج. طيب، التاريخ ليس مجرد رواية تروى أكيد. وليس للتسلية، ولكن هو درس تستفيد منه الشعوب ويستفيد منه الناس للمستقبل. ما هو الدرس أو ما هي العبرة التي خرج بها السيد سمير الشفي والاتحاد العام للشغل من هذه التجربة التي يمكن أن أصفها بأنها قاسية؟ هي بطبيعة الحال مش تكون قاسية. الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية التي نشهدها ونلحظها اليوم. لا، أنا بتكلم على الدرس من 2011 ل 25 يوليو. أكيد هي معناها في حصيلة سلبية في علاقة بمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية وازدياد رقعة الفقر ومعناها ارتفاع منسوب التداين الخارجي والإحباط الذي طغى على شريحة واسعة من مجتمعنا ولا سيما الشباب منهم. ولكن في الجانب الآخر في المحصلة النهائية هناك إيجابيات في علاقة بالحريات وحق التوانسة أصبحوا يعتبروا أن الحرية مكسب ولا يمكن التفريط فيها. ولا أعتقد وأنه من الممكن لأي حكومة كانت ولأي حاكم كان أن يعود إلى الوراء، ولكن أيضا عدم العودة إلى الوراء لا يعني أننا نتقدم إلى الأمام. يجب أن لا نعود إلى الوراء وأن تفتح آفاق الرحبة لبناء الدولة الوطنية المستقلة المدنية العادلة القادرة على تأمين احتياجات شعبها وعلى تأمين استقلال قرارها الوطني. وهذا فعلا ما هو مطلوب حقيقة من الأحزاب الوطنية ومن النخب الوطنية ومن المنظمات الوطنية أن تستفيد وأن تستخلص الدروس من التجربة الفارطة لإعادة صياغة البرنامج الوطني الجامع الذي يكون قادرا على تلبية احتياجات الناس واستحقاقات الناس وتطلعات الناس للوصول إلى المجتمع
الكفاية والعدل، مجتمع الرخاء، مجتمع الذي يكون فيه القانون سيد وفوق الجميع، والذي يشعر فيه المواطنون بأنهم سادة في أوطانهم وليسوا مجرد أرقام تتقاذفها ماكينات انتخابية لهذا الطرف أو ذاك. ونحن في هذا الهزيع الأخير من هذه المرحلة. بشكرك شكرا جزيلا السيد سمير الشفي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، على وقتك وعلى ما تفضلت به من معلومات. وأرجو أن تسامحني إذا كنت يعني بالعكس، بشكرك مرة ثانية. مرحبا بكم مجددا جزيلا في بلدكم الثاني تونس، وتونس التي بس ده باب المحبة والله، وهو كذلك، وتونس التي عرفت وتعرف بأنها تونس الخضراء، ولكن أيضا تونس المعتزة بانتمائها العربي وبانتمائها لهذه الأمة وبدورها التاريخي في نشر الثقافة العربية المتنورة والعقلانية. وكانت للقاهرة المعز الذي أتى من هذه الربوع، وهو ما يقيم الدليل على وحدة مصيرنا العربي المشترك. فألف مرحبا بالإخوة الأصدقاء والأعزاء. وألف شكر لحضرتك مرة تانية. بشكركم شكرا جزيلا. كان هذا حوارنا، ولكن ثم ماذا حدث؟ تابعونا.